ازيكم. النهارده هنتكلم في موضوع مهم جدا، وهو ازاي تعرفي ان عندك تبويض كويس، وازاي تعرفي امتى التبويض بتاعك بيحصل بالظبط، وهل انت دورتك منتظمه او لا. بس قبل اي حاجه، انا دكتوره ياسمين سعيد، اخصائي النساء والتوليد وعلاج تاخر الحمل. تابعوني. طيب، الموضوع بتاعنا النهارده مهم لبنات وستات كتير. اولا بنات، لان في بنات كتير قبل الجواز بتبقى خايفه ان هي يكون عندها مشكله في الحمل، خايفه ما تتجوز تتاخر في الحمل او يحصل لها مشاكل، ما تحملش بسهوله. بيبقى دايما الهاجس ده مسيطر على دماغها. فلو هي اطمنت ان في تبويض، ده اللي هنتكلم عليه النهارده، ان التبويض بتاعها كويس، ده طبعا هيطمنها ان مفيش اي مشكله ان شاء الله ما تتجوز. اول ما تتجوز هتحمل على طول. تاني حاجه، بالنسبه للسيدات اللي عندها تاخر حمل، دايما برضو بيبقى شاغل تفكيرها، هل حصل الشهر ده تبويض كويس ولا لا، ولا ما بيحصلش عندي تبويض، هل في فرصة للحمل التلقائي من غير ما اخد علاج او لا. فموضوع برضو ان هي تبقى عارفة هل حصل تبويض او لا، دي نقطة مهمة جدا. وامتى التبويض بالظبط بيحصل، هو ده اللي هنتكلم عليه النهاردة. اول علامه واهم علامه هي علامه انتظام البيريد. يعني طول ما انت الدوره بتاعتك منتظمه فعندك تبويض ممتاز، مش قلقانين خالص من التبويض. طيب، ايه هي بقى الدوره المنتظمه؟ لان حالات كتير بتجيلي في الكشف بتشتكي مثلا يا دكتور البيريد بتاعتي مش منتظمه خالص. البيريد بتاعتي بتيجي اول الشهر واخر الشهر ونص الشهر. البيريد بتاعتي يا دوب تبقى خلصانه وتيجي بعدها باسبوعين. البريد بتاعتي كل شهر بتقدم 3 4 ايام. كل الكلام اللي انا قلته ده هي دوره منتظمه ما فيهاش اي مشكله. طيب، انا اعرف ازاي وانا قاعده في البيت ان انا دورتي الحمد لله منتظمه؟ بنحسب من اول يوم في نزول الدم لاول يوم في نزول الدم في الشهر اللي بعده. لو حسبنا الفتره دي ولقيناها ما بين 23 يوم ل 38 يوم، فانت في الرينج الطبيعي وما عندكيش اي مشكله. فبالتالي هضرب مثال يعني بسيط كده سريعا عشان خاطر اي واحده تفهم. لو الدوره نزلت لك يوم 1 في الشهر ونزلت لك يوم 25 في الشهر، هي كده بتجيلك بتقدم كل شهر 5 ايام. دورة منتظمة خالص ومدتها 25 يوم ومفيهاش أي مشكلة. هي جاتلك 1 في الشهر و25 في الشهر، والشهر اللي بعده هتجيلك يوم 20. فانت هتحسي ان الدورة مش منتظمة، مرة 1 ومرة 25 ومرة 20، في حين ان هي منتظمة ومفيهاش أي مشكلة. طب احنا عشان نتفادى بقى اللخبطة في البريد وكده هنعمل ايه؟ هنسجل لازم ميعاد أول يوم في البريد كل شهر. طب يا دكتور، انا بيجي اشهر بتسقط مني بنسى اكتبها. في حاجه بسيطه قوي ان احنا ممكن نعملها، في ابلكيشن بننزله يعني من على بلاي ستور عادي. انا مش بعمل له اعلانات، هو ابلكيشن اجنبي انما هو مفيد جدا. انت بتدخلي يا دوب حاجه بسيطه، بتدخلي اول يوم في ميعاد الدوره بتاعتك اللي عندك مثلا دلوقتي، وهو بيحسب لك كل حاجه بعد كده. يعني بيحسب لك البريد الجاي هتجيلك امتى، وقت الخصوبه بتاعك امتى، يوم التبويض بالظبط امتى. كل حاجه هو بيحسبها، سواء واحده عايزه تحمل او واحده عايزه تتجنب الحمل او واحده اي حاجه. الابلكيشن دي مفيده قوي وانا بكتبها لكل عيانيني. هحط لكم الايقونه بتاعتها كده واسمها اسمها ماي كالندر. هحطه لكم على الشاشه عشان لو حد عايز ينزلها يعني. دي مفيدة جدا وهتعرفنا هل الدورة بتاعتك منتظمة. هتعرفي يعني جت في الميعاد المتوقع بتاعها ولا أخرت وفيها مشاكل. هتساعدك جدا ان انت تحددي الموضوع ده. طيب يا دكتور، انا كتبت البيريد بتاعتي وسجلتها كل شهر، وطلع ان انا البيريد مرة تجيلي كل 26 يوم، كل 27 يوم، مرة كل 30 يوم. أو دي برضو دورة منتظمة مفيهاش مشكلة، طالما الفرق بين مدة الدورة دي ومدة الدورة دي ما عداش الأسبوع. طول ما هو في رينج الأسبوع، يومين زيادة 3 زيادة أو نقص، مفيش أي مشكلة. طيب، ازاي نعرف اليوم بتاع التبويض؟ انا هحاول اقولها بابسط طريقه ممكنه. احنا هنقسم الدوره بتاعتك لجزئين. جزء بعد التبويض، ده جزء ثابت 14 يوم عند كل الستات ايا كان مده دورتها، وجزء قبل التبويض. لو انت ايا كان مده الدوره بتاعتك، هنطرح منها 14 يوم هيدينا اليوم اللي بيحصل فيه التبويض بالظبط. ازاي؟ عايزين امثله كده عشان نفهم. يعني مده دورتك 28 يوم، يبقى هنطرح منها 14 يوم اللي هم الثابتين دول، يبقى تبويضك في اليوم ال 14. دورتك بتجيلك الدورة كل 24 يوم، يبقى هنطرح برضو منهم 14 اللي هو الثابت، يبقى انت التبويض بتاعك بيحصل في اليوم العاشر. دورتك كل 34 يوم، هنطرح منهم ال 14، يبقى تبويضك في اليوم العشرين. انا بقول امثله كتير عشان الناس اللي ضايعه في الرياضه يعني ما تحسش الموضوع صعب. ايا كان مده دورتك، ال 14 يوم دول ثابتين، هنطرحهم منهم هيدينا يوم التبويض على طول. طيب، هل انا مضطره انشن على يوم التبويض؟ يعني لازم عشان يحصل حمل لازم نبقى منشنين على اليوم اللي بيحصل فيه التبويض بالظبط؟ لا خالص، قبله ب4 ايام وبعده بيومين. كل الاسبوع ده هي فتره الخصوبه.
بس اهم حاجه نبقى عارفين امتى يوم التبويض عشان خاطر نبقى عارفين المده اللي بيحصل فيها خصوبه. يبقى احنا كده عرفنا ايه هي الدورة المنتظمة وامتى هو ميعاد التبويض، لان بعد كده معظم العلامات اللي هنقولها بعد كده هتركزي في الفترة اللي بيحصل فيها التبويض. يعني انت مش هتفضلي مستنية كل العلامات اللي انا هقولها طول الشهر، لا لازم نركز على العلامات اللي بقولها الوقت اللي انت متوقعة فيه ان هو ده التبويض. ده طبعا في الحالات اللي تبويضها منتظم. الحالات اللي تبويضها مش منتظم للاسف دي مش يعني لا تخضع لاي قوانين، ولازم تتابع مع الدكتور عشان يعمل لها متابعة تبويض. احنا بنتكلم عن الحالات اللي الدورة بتاعتها منتظمة ونقدر نحدد بسهوله امتى هي فتره التبويض. في فتره التبويض ده هل حصل فعلا تبويض ولا التبويض سكيب الشهر ده ما حصلش ومفيش فرصه للحمل؟ هو ده اللي احنا بنتكلم عليه النهارده. العلامه الثانيه هي ارتفاع درجه حراره الجسم بعد التبويض. دي علامه بسيطه جدا، اي بيت دلوقتي فيه ترمومتر هتقيسي درجه حرارتك في نفس الظروف، يعني قبل وبعد الميعاد اللي احنا متوقعين ان يحصل فيه التبويض زي ما حسبناه. هتلاقي انه قبل التبويض درجه الحراره مثلا سي 37، بعد التبويض بتكون درجه الحراره 37 ونص مثلا، في نفس الظروف ونفس الاوضه، ويعني عشان خاطر ما يبقاش مثلا جو مأثر علينا. ف لما تكون درجه الحراره زي ده يبقى احنا حصل عندنا تبويض. دي علامه سهله جدا وممكن نحددها واحنا قاعدين في البيت. العلامه اللي بعدها ان انت يكون عندك حصل معاكي في نص الشهر في الميعاد اللي احنا متوقعين برضو ان يحصل فيه التبويض الم في جنب من الجنبين، حصل عليكي نقط بسيطه نزلت نتيجه خروج البويضه، مغص في البطن. دي علامات برضو نقدر نحددها وانت قاعده في البيت مفيش مشكله. تالت حاجة ان يكون عندك الافرازات المهبلية. في ستات للاسف معتقدة ان اي افرازات تنزل عليها دي افرازات التهابات، لا، في افرازات الطبيعية بتاعت اي ست طبيعية اللي هي بتكون في النص الاول من الشهر شفافة. كل ما بنقرب من التبويض الافرازات دي بتزيد وبتبقى كميتها كتيرة قوي، ده معناه ان عندك تبويض برضو كويس. وفي النص التاني من الشهر بتبقى لزجة ومخاطية، ودي علامة كويسة ان هرموناتك منتظمة والتبويض عندك زي الفل. من العلامات برضو الألم في الصدر قبل الاحتقان في الصدر، والألم في الصدر، والألم مع البيريود وهي نازلة. دي كلها علامات بتطمنا ان انت عندك تبويض كويس ومسار الهرمونات بتاعتك ماشي في الطبيعي، مش في النص الأول من الشهر استروجين اللي احنا عايزينه، وفي النص التاني البروجستيرون هي اللي بتعمل الأعراض دي، والبيريود نازله لك. يبقى احنا كده قلنا العلامات البسيطة اللي انت بتعرفيها وانت قاعدة في البيت. في بقى الليفل اعلى بسيط، يعني بسيط برضو بس اعلى شويه، ان احنا ممكن نشتري شرايط من الصيدليه اسمها اوفي تيست او ليها اسامي كتير يعني، شوفوا المتوفر. هتجيبي الشرايط دي برضو لازم في الفتره اللي احنا متوقعين فيها التبويض، مش هنقعد نعملها طول الشهر. وما ينفعش واحده دورتها مش منتظمه تعملها، ده بنعيد الكلام تاني. هتجيبي الشرايط دي مثلا من يوم انت مثلا نفترض دورتك 29 يوم، هتجيبيها يبقى انت كده التبويض عندك زي ما اتفقنا هنطرح 14 يوم، يبقى التبويض عندك في اليوم ال15. هنبتدي من قبل الدوره ب3 ايام مثلا، نستخدم الشرايط بنحطها في البول ونشوف امتى اللون بتاعها هيتغير. بيبقى مكتوب لون معين، لو ظهر لنا يبقى احنا كده معناها ان احنا التبويض خلاص قرب، ولو عايزه حمل يحصل جماع، ولو مش عايزه حمل نبعد عن الفتره دي. الليفل الاعلى اللي احنا بنحتاج فيه بقى المعمل، هو بنعمل تحليل بروجستيرون قبل اسبوع من ميعاد الدوره الجايه. يعني لو انت دورتك 28 يوم بنعمله في اليوم ال21، لو انت دورتك 34 يوم بنعمل التحليل في اليوم ال27، هكذا كل واحده بتختلف حسب مده دورتها. التحليل طبعا ده دقيق، وغالبا الحالات اللي بتحتاجه اللي هي متابعه مع دكتور وهو طالبه لها، يعني الحالات اللي هي مش متابعه مع دكتور احسن نعتمد على العلامات اللي هي البسيطه لحد ما نشوف الدكتور. لو الليفل بقى الاعلى من ان احنا نحتاج المعمل، ان احنا نروح نعمل متابعه تبويض مع الدكتور، وطبعا دي ادق حاجه، وبنشوف حجم البويضه في كل المراحل، وهل بتوصلي للحجم المطلوب او لا، وهل محتاجه تنشيط بسيط او لا. كل طبعا ده الكلام ده هيكون مع الدكتور اللي انت متابعه معاه. في اخر الفيديو اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتوا منه، عرفتوا هل دورتكم منتظمه او لا، ودي اهم نقطه. عرفتوا التبويض بتاعكم بيكون امتى، عرفتوا هل عندكم تبويض كويس، بيجيلكوا العلامات بتاعه التبويض او لا. وتابعوني في فيديوهات تانية عشان نكبر بيكم، وما تنسوش تعملوا سبسكرايب. انا دكتورة ياسمين سعيد ودي قناتي.